الله وبركاته. اهلا بكم في قناة سلمى للوصفات المصرية. ان شاء الله هعمل معاكم طريقة تخزين الفلفل في الفريزر. وليه طريقتين. الطريقة الاولى انا بقطعه كده شرايح كده، اغسله غسله حلوه كده واقطعه شرايح. الطريقه دي بتستخدمها طبعا في البيتزا، في صينيه البطاطس. ليها طرق استخدام كتير بالطريقه دي للفلفل. حطي عليها زيت عشان لما تيجي تخرجيها من الفريزر ما تكونش لازقه في بعضها بالطريقه دي. كده اهو، وتحفظيه في كيس. يقعد معاكي فتره وبتطلعيه في اي وقت بيكون جاهز معاكي. قلنا زي ما قلت لك ممكن تعمليه للبيتزا، لصواني الفراخ، ليه استخدامات كتير. تقطعيه بالشكل ده، حطه في الكيس، حطيه في الفريزر، وقت الاستخدام بتطلعيه على طول وبتستخدميه. دي طريقه حفظه. تفضي الهواء من الكيس، تفضي الهواء من بالطريقه دي كده، عشان الهواء لو فضل في الكيس هيعمل تلج كتير كده اهو. وتحفظيه كده بالطريقه دي. الطريقه التانية ممكن تستخدميها للعصاج، العصاج اللحمه، تحطيها مع المحشي. احنا بنحطها في الكبه اهو كده. شغل الكبه عليها. هيكون بالشكل ده. برضو نجيب كيس، طبعا عايزه تعملي كميه زي ما تحبي، كميه كبيره كميه صغيره. يبقى في التلاجة في الفريزر استخداماته كتير. اوقات بيبقى غالي قوي برضو، مش في الموسم بتاعه بتجيبيه، ما يكونش موجود بينفع اهو. ده الشكل النهائي. ممكن برضو تضيفي له برضو شويه زيت او شويه ملح وشويه زيت بالشكل ده. حطيه برضو في الكيس. لو عايزه تعملي كميه اكتر من كده اعملي. انا بس بوريكي بس كده عينات، بعرفك الطريقه. برضو تشيلي الهواء من الكيس، تشيليها كده البطاطس تشيليه في الفريزر كده بالطريقه دي. الطريقه الاولى بتقطعي حلقات، والطريقه التانية بتفرميه. ان شاء الله هنعمل معاكم طريقه، احنا هنعمل دقه السمك معانا. الدقه دي عباره عن توم وليمون، وهنا بابريكا وكمون وملح وفلفل وشطه. لو مش عايزه تحط الشطه اكتفي بالبابريكا، تعمل بس لون. طبعا ملح. هنحط الثوم في الكبه، هنفرم الثوم الاول لوحديه.
طبعا دقة السمك دي بتنفع. الدقة دي اللي هي التوم، عبارة عن توم وفلفل، وقلت لكم توابل وليمون وملح. بتنفع طبعا في الكشري، لدقة الكشري وللطحينة وللبتنجال وللسمك. بتكون حلوة قوي في البيت، يعني بتستخدميها بتكون جاهزة ليكي لأي حاجة تعمليها. هنفرم الفلفل معاها. اقطع الفلفل كده، وعايزه ممكن تعملي بالفلفل الحراق ده اعملي بيه، بس لو عاوزاه حلو اكتبي الفلفل الرومي، يعني لو عندك اطفال. بس كده. كده فرمنا الفلفل والثوم مع بعضيهم، فرم ناعم اهو. هنضيف الليمون، هنضيف الملح، نقلبهم في بعض كده. نحط له كمان خل. الدقه دي قلت لكم عليها، الدقه دي للسمك، للبتنجان، لدقه الكشري، للسمك المشوي. اهي معانا. عايزه تحطيها في الفريزر في البطرمانات، انا بحطها بطرمانات ازاز، بحفظها بطرمانات ازاز وبشيلها في الفريزر. عايزه تشيليها برضو على الرف باب التلاجة برضو مش هيجرى لها حاجه. هنضيف بقى بقيه التوابل التانية، نقلبهم في بعض كده. خلاص الدقه خلصت معانا كده واتفرمت، بس انا هضيف شويه بابريكا للون شويه، مش خلي لونها احمر كده. عايزه تضيفي الشطه ضيفي، بس انا مش هضيف عشان اولادي كده ما بيحبوش الشطه. يديها لون احمر شويه. وهضيف خل برضو كده، بتبقى جاهزه لاي خلطه سمك، كشري، للبتنجان، وتشيليها عندك في الفريزر وتطلعيها على طول تستخدميها. هعبيها بطرمانات، احط البطرمان الاول في زيت، اعبي الكميه كلها، وتشيليها برضو في الفريزر. البطرمان مش هيتكسر ولا حاجه. كده نكون خلصنا طريقتنا. عملت لكم الفلفل شرايح والفلفل المفروم الاخضر، بتشيلوهم كده في الفريزر وبتطلعيهم وقت الاستخدام. وعملت لكم دقه السمك والكشري ليها استخدامات كتير، والبتنجان، وتعملي بيها اي طحينه، كل حاجه استخداماتها في البيت، يعني لاي حاجه في خلطه بتبقى كويسه جدا. يا ريت القناه تقولوا لي ايه رايكم فيها والوصفات اللي انا بقدمها. وشكرا للمتابعه.
والسلام عليكم ورحمة الله